لا ده هي اساسا صاحبه الشركه. وممكن بعد كده نبقى نشرح يعني الزواج بشكل عام هو الشركه عامله ازاي ما بين الاثنين. ممكن يكون في طرف في الاثنين داخل شركه، هما الاثنين داخلين في شركه واحده، بس انا حاطط لنفسي في الاستراتيجيه بتاعتي النجاح بالنسبه لي او البروفيت بالنسبه لي هو اسعادك انت مش اسعادي انا. طب دكتور، في حاجه مهمه قوي بقى كل الستات بتسال عليها، هل الراجل فعلا ممكن ينسى الحب الاول في حياته؟ لان كل ست بتتجوز بتبقى خايفه يرجع بقى لخطيبته الاولانيه او يفتكر حب الجامعه دي ويحس ان على كف عفريت طيب الحب الاول لو كان حب بجد ما بيتنسيش، ولكن بيتجاهل. بيتنسي والله. لا بيتجاهل. والله بيتنسي. لو لا ما هو لو حب الانسان هو اللي بيتغير. يعني انا بحب لعبتي بتاعت زمان. أيوة. هل انا اتغيرت ولا قلبي اللي اتغير؟ لا هو انت فكرك اتغير. تمام. أيوة. بس هل هو بقى كان حب؟ اصل كل الناس النهارده بتصنف حب الجامعات او حب المراهقه بالنسبه له كان حب. تمام فهمت. لا الحب اللي بجد اللي احنا بنتكلم بقى عليه ممكن يقابل في ال60 سنه انسان يتجوز ارتبط وعاش حياه وخلف ويقابل الحب في حياته وهو عنده 60 سنه. يعني انت عايشه مراحل الخطر حياتك أيوة كلها. لسه شوف تخيلي يعني طبعا موضوع صعب طبعا. لكن احنا بقى بنقول ايه؟ هل هينسى حبه الاول؟ طب هو ده كان حب فعلا؟ طب احنا صنفناه حب بيزد على ايه؟ اعرف منين؟ انت عايز ده سؤال. اعرف منين؟ اعرف منين ده كان حب ولا مش حب؟ اذا كان هو كل الصفات اللي انا حباها في الشخص فعليا اول حاجه ده حب. اذا كان هو فعليا كان بيحاول يرضيني بدرجه كبيره، مش زي ما بنشوف بقى النهارده في الجامعات، انا النهارده هعمل حاجه عشان تضايقها قدام صحابها، انا هاجي كل ده بواخه يعني. دي اسمها بواخه. في حاجات كتير في حاجات كتير. بس هو البنت الصغيره او الشاب بشكل عام دخل الجامعه فلازم يحب، فهو ده الحب الاول بالنسبه لي. يعتبر مراهقه برضه، بيتجوز ويعيش ويجي بقى في 45 سنه يلاقي حد تاني خطفه. ايه ده؟ ايه اللي حصل لي ده؟ ضحك عليا ولا ايه؟ هو ده الحب. ده انا ما كنتش بحب قبل كده. أيوة. طيب لو الراجل قال الجمله دي يبقى بيتكلم بجد؟ يعني اللي بيقول لك انا لا انا حاسس ان انا بحب دلوقتي، انا اللي قبل كده ده كان كلام فارغ. ده بيروح لها. طب ده بيروح لها وحقه ان هو يروح. يا العشره اللي فاتت دي كلها ايه؟ لا ما احنا في حلول بقى. في حلول بقى. خلاص راحت عليها يعني كده. لا العشره دي موجوده. اصل احنا لسه برضو كنا بنتكلم وهنتكلم لسه في موضوع التعدد وفي حاجات كتير ممكن نتكلم فيها. فقبل ما نروح لسؤال هبوب، حضرتك بس قلت ما ينفعش الراجل يكون عنده تفصيله انا اكون براها. طبعا. طيب كان في مشهد منتشر جدا للفنان النجم كريم عبد العزيز في فيلمه الاخير، كان بيقول الراجل والست ما بيتجوزوش عشان يتضربوا في الخلاط يطلعوا شخص واحد.